تخيل معايا ان انت خلصت فترة دايت كاملة ووصلت للشكل والوزن اللي انت عايزه، وبعد كده جاي بترفلكت على الفترة اللي فاتت اللي انت عملت فيها دايت دي، لقيت ان انت لا جوعت قوي ولا اتعذبت قوي. انتصار كبير جدا، صح؟ فالنهارده انا محضر لكم استراتيجيات تقلل الجوع تماما وتتحكم في الجوع تحكم كامل طول فترة الدايت، عشان الجوع هو السبب الاساسي اللي بيخليك تاكل. المفروض يعني شايفك اللي بتاكل كل ما تكون زهقان ومش لاقي حاجة تعملها. المهم دلوقتي خلينا نركز. الجوع مقرف وبيخليك تزهق او تيأس، بس بعد الفيديو ده المفروض هيكون معاك الوسائل اللي تخليك مش جعان طول الدايت. فيلا بينا نبدأ. يلا نبدا في اول استراتيجيه معانا على طول، وهي كثافه السعرات الحراريه او الكالوريك دنسيتي. ناس كتير من اللي بتحسب كالوريز دلوقتي تقول لك اوكي انا بحب البرجر والبيتزا، ازاي ادخلها في الدايت بتاعي بقى لو انا بحسب سعرات حراريه؟ والاجابه هي الماكروز. هي لو مناسبه للماكروز بتاعتك فتمام تقدر تدخلها، ولكن المشكله بتفضل هي انك بتلاقي نفسك اكلت نص برجر او سلايس بيتزا لانهم كثافه السعرات فيهم عاليه جدا، تجربه الاكل والاستطعام هتخلص بسرعه جدا وهتفضل زي ما انت جعان وزي ما انت بائس. انما لو اكلك عباره عن خضار وفواكه واسماك وصدور فراخ وشوفان مثلا، هتلاقي نفسك بتاكل كميات غبيه، كميات كبيره جدا بسعرات قليله جدا جدا. وفكره كثافه السعرات دي هي اللي بتخلينا ساعات بنحتاج نمنع الجانك فود من بابه، خصوصا لو احنا ماشيين في دايت ومغوطين فيه قوي وعايزين نوصل لنسبه دهون قليله جدا. وتاني استراتيجيه معانا هي انك تركز كويس جدا في انك تاكل بروتين اكتر. كل ما هتاكل بروتين اكتر كل ما هتلاقي نفسك مليان وشبعان، وهتحس ان انت بتخس اسرع كمان. فحاول دايما تخلي كل وجبه في يومك يكون فيها سورس اوف بروتين او بروتين عامه، علشان دي فكره منطقيه جدا وبنت ناس جدا جدا. والاستراتيجيه الثالثه هي انك ما تاكلش وانت شبعان. اخر حاجه انت عايز تعملها هي انك تصحى من النوم مش جعان بس تاكل في نفس الوقت اغلب سعراتك، وتيجي بالليل ترتكب جريمه في حق الدايت وفي حق نفسك وفي حق التلاجة كمان. كل واحد فينا عارف نفسه، فلو انت بتصحى من النوم نفسك مسدوده بس بتجوع بالليل جدا، يبقى خلي اغلب سعراتك الحراريه بالليل بدل الصبح. وزع السعرات بذكاء. ورابع استراتيجيه هي انك تستخدم الالياف في الدايت بتاعك. الالياف معروف عنها انها بتمتص الميه، ولما بتمتص الميه حجمها نفسه بيتضاعف جوه معدتك. لما حجمها بيتضاعف جوه معدتك هي بتملى معدتك، ولما بتملى معدتك بتدي سيجنال للدماغ اللي هو لا احنا زي الفل شبعانين واولاد ناس ومحترمين جدا. والاستراتيجيه الخامسه معانا هي انك ما تشربش سعراتك الحراريه. اسهل طريقه ممكن حد يخس بيها هي انه يسمع نصيحه ان انت تبطل شرب العصاير، وتمنع السموذيز، وتمنع البيبسي العاديه، وتمنع كل الحاجات دي. فجأة بيلاقي نفسه أكل كالوريز أقل كتير جدا، أو دخله كالوريز أقل كتير جدا في يومه ومن غير ما يحس بجوع، لأن هو الحاجة اللي نقص منها الكالوريز بتاعته ما كانتش أصلا بتشبع. لأن كثافة السعرات في الحاجات دي بتكون عكس الخضار والفاكهة اللي احنا لسه متكلمين عنهم، بيكونوا كالوريز كتير قوي في كمية قد كده أو كمية ما تشبعش أبدا. ده غير طبعا الحاجات دي لا بتأثر على حجم المعدة ولا بتملاها، بالعكس انت لو عايز حد يزيد في الوزن او حد جاي لك انوركسيك وعايز يزيد في الوزن، بتنصحه ان هو يشرب عصاير كتير، لان دي الطريقة اللي ممكن ياخد بيها كالوريز كتير جدا جدا من غير ما يحس بالشبع ويحس ان هو معدته اتملت وخلاص مش قادر ياكل. الاستراتيجية السادسة ولازم تركز فيها كويس، وهي ان انت تستخدم الكافيين اكتر من الجرعة اللي انت متعود عليها. فلو مش متعود على الكافيين بشكل روتيني في يومك، ابدأ بفنجان قهوة. مجرد ما تدخل الكافيين او فنجان القهوه ده في يومك هتحس بالجوع اقل كتير جدا. ولو متعود مثلا على الكافيين في يومك وبتاخد من 150 ل 200 مللي جرام كافيين في اليوم، زودهم ل 350 مللي جرام في اليوم، هيفرقوا معاك جدا. لو ما عندكش مشاكل صحيه او الكافيين مش بيسبب لك مشاكل في النوم، تقدر تزود حتى عن ال 350 مللي جرام دول من غير ما تحس باي اعراض جانبيه، وفي نفس الوقت هيتحكموا في الشهيه كويس قوي. والاستراتيجيه الاخيره معانا هي انك تبعد عن الاكل اللي ما بتحسش بنفسك وانت بتاكله. طبعا هنا انا بتكلم عن الحاجات اللي انت ما تقدرش تاخد منها واحده بس وبعد كده تقوم تشوف وراك ايه. ده انت لو سرحت ممكن تخلص اطنان منه وانت مش واخد بالك او انت بتتفرج على التلفزيون. الكلام ده زي الشيبس والشيتوس والحاجات دي. انا عن نفسي الحاجات دي ما بخليهاش في بيتي خالص، لان ما فيش حاجه اسمها سيرفنج كنترول عندي. لما الحاجات دي بتكون موجوده، حواليا اي دونت كير حجم الكيس، اي دونت كير كميه الكالوريز اللي موجود، لازم يخلص كانه تارجت عليا ولازم احققه، فاهم؟ فالاكل السهل ده ليه تاثير عليك مش طبيعي، خصوصا لو انت عامل دايت وبتاكل كالوريز قليله اقل من اللي بتحرقه. دايما هتاكل منه اكتر من احتياجاتك لو هو موجود حواليك. وبكده تبقى خلصت الاستراتيجيات اللي ممكن تخليك تتحكم في الجوع بشكل كامل وبصورة طبيعية في الدايت بتاعك. بس انا عندي نصيحة اخيرة. لو انت لسه بادئ دايت، المفروض ان انت ما تقللش كالوريز للدرجة اللي تخليك ميت من الجوع لدرجة ان انت اصلا تطبق الاستراتيجيات دي كلها. بس وانت ماشي في رحلة الدايت وتقلل كالوريز وتثبت وبعد كده تقلل كالوريز اكتر، هتلاقي نفسك فعلا ابتديت توصل لمرحلة ان انت الجوع بيخبطك على دماغك. في الحالة دي ابتدي طبق استراتيجية منهم. ما تخشش بمستودع الاسلحة كله في الحرب دي، علشان دي حرب محتاجة وقت ومحتاجة طولة بال شوية. وبكده هتبقى انت فعلا في الاخر خالص خلصت الرحلة دي، وصلت للشكل او الحجم او الوزن اللي انت عايزه من غير معاناة قوي يعني. بس كده، ما تنسونيش في لايك وشير، واشوفكم على خير ان شاء الله.